السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وبالف خير. انتوا عارفين ان شيرين بتاعه المفاجآت كلها النهارده جايبه لكم منبع فساتين سواريه، وتخيلوا بكام؟ والله ما هتصدقوا، والله لا ما تحلفوا. مش قادره اقول لكم، انا نفسي اتبهليت يعني. عارفين والله ما في غلطه ولا ديفو ولا اي حاجه. الفساتين السواريه اللي معانا دي النهارده ب 75 جنيه يا بنات، يا لهوي يا لهوي، قلتم على وشي، مش عارفه اعمل ايه بصراحه. النهارده يعني فساتين سواريه وعبايات اللي هي الخليجي والكويتي والحاجات اللي هي كلها بتاعت دبي دي. بصوا دي، ده فستان ينفع فستان سواريه، وينفع كمان عباية استقبال لو داخل عليكي عيد كده وتلبسيه كده قدام حماتك، قدام سلاك يعني. انت بقى انت وذوقك يعني، فاهماني؟ المنبع ده انت هتلاقي فيه كنوز ربنا كده على الارض يعني، فاهميني بالظبط كده حرفيا. هتلاقي الكنوز كلها قدامك في المنبع ده. بصوا الفساتين السواريه، يا لهوي على الفظاعه. يعني انا مش مصدقه ان الحاجه القمر دي ب 75 جنيه. بقيت عماله اقول له افرض يا ابني ورينا انت ازاي انت دافنهم كده في الارض يعني. لا طلع ووريني، افرض. بقيت اقول له لا افرض ده كمان، افرض شايفين؟ ده دريس، ده عادي ينفع خروج وينفع سواريه وينفع كل حاجه. والله ما لاقيه ديفو لغايه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. اللي شايف ديفوهات معايا يقول لي يا بنات مش لاقيه والله. ليه قصدت اعمل الفيديو ده حالا؟ علشان اللي عايزه كمان تشتغل في السواريه، يلا جبتلك ارخص منبع سواريه فيكي يا وكاله. والله ما هتلاقي ارخص من كده ابدا. بصي الفستان السواريه بيتكلم، اقسم بالله بيتكلم كده من جماله. فظيع، حاجات في منتهى الجمال والله العظيم. طب الحاجات دي فين؟ قولي لنا بسرعه. الحاجات دي يا قمرايه منك ليها لزق في ام رمضان بتاعت الشنط. والله منبع مدفون، مدفون علشان حاجات مش معروضه. بصوا يا انت لو هتشتغلي في الحاجات دي، اقسمتلك بالله، اقسمتلك بالله هتشتغلي حلو جدا. لو هتفتحي حتى محل على قدك كده لتأجير الحاجات دي، يا ستي اجريه ب 100 جنيه اليوم. ما تعمليش زي المحلات اللي هي بتأجر بآلافات الفلوس، فالناس ما بترضاش تروح تشتري، فالناس بتفضل يعني تشتري. بصوا، شفتوا العباية الفوشيا دي قد ايه كانت جميلة؟ اي حاجة في الكوم ده ب 75 جنيه. متخيلين؟ اه متخيلين. يلا يا بنات، عشان نسينا طبعا من المفاجأة دي، نسينا نذكر الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. وكمان نصلي على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ونقول إيه الجمال اللي إحنا واقفين قدامه ده؟ أنا مش فاهمة يعني، أنا مش فاهمة لغاية دلوقتي إيه الحلويات اللي إحنا واقفين قدامها دي. يعني حاجات يا نهار أبيض، إيه ده؟ بصوا، بصوا الفستان، كفاية بس الشغل اللي فيه يا بنات. بصوا فستان رهيب. انا قلت له انت ازاي دافن الحاجات دي كده في الارض؟ يا عم انت هاتلك ستاند وعلق الحاجات دي، وانا ابعت لك كل المتابعين يشتروا. يا بنات الحاجات دي تقدري كمان تعمليها زي عباية استقبال كده، تستقبلي بيها مثلا انت عامله عيد ميلاد انت وزوجك وولادك، ممكن تلبسي حاجه من دي، ليه لا؟ 75 جنيه والله ما هيصدقوا ابدا، ولا اي حد هيصدق ان ده ب 75 جنيه. مش بس كده، مثلا فرح اختك قرب، فرح سلفتك يعني، سيلفك يعني قرب يتجوز وهتحضري فرح كده، كان يستحيل هيصدقوا اني جايبه ده ب 75 جنيه من المكان ده ابدا. فليه ما نستغلش الحاجات دي اشد استغلال ونروح نجيبها؟ مش بس كده، ليه ما نستغلش الكنز ده ونروح نجيب الحاجات دي ونتاجر فيها ونبيعها؟ بصوا الاصفر عماله افرده. انا طبعا هو نفسه قال لي بصي كفايه كده عشان معاه زباين، فانا بقى عماله افرد بايد علشان عايزه اوريكي قد ايه الحاجه دي حلوه، قد ايه الحاجه دي جميله، لازم تستفيدي منها. طبعا انا غصب عني ان انا ماسكه بايده بالايد التانية عماله افرد، فحاجه صعبه. يا ريتني انا حتى انا ندهت له، قلت له يا عم انت كسلي قوي، يا ريتني كان ليا 4 ايدين والله العظيم. طبعا المنبع ده مين صاحبه؟ واحده اسمها ام مياده، هسيب لك رقمها فورا تحت الفيديو في اول تعليق مثبت. بصوا ده كان فستان شي ان يا بنات، ينفع بنوته كده سن محير تروح بيه فرح، فستان فظيع. عايز بس مثلا تحط لها حزام كده في النص، او حزام ستان كده، عارفين اللي هو ايه، يظهروا بقى. لكن هو من غير اي حاجه، هو فستان تحفه. 75 جنيه يعني لو رايحه فرح انتي وولادك. بصي بقى هناك حاطط ستاند صغير قوي هناك كده، وحاطط عليه بقى الحاجه. قلت له يا عم هات ستاند كبير يا عم وعلق عليه الحاجات دي، حرام عليك. انت ليه دافن الحاجات دي في الارض ومهدر فيها كده؟ اي قطعه اي حاجه خلاص. انت بصوا العبايه،
ايه ده؟ ايه الحلويات اللي شيرين بتجيبها لنا دي اللي تستاهل 1000 لايك مش 100 لايك؟ والله العظيم الفيديو ده يستاهل 1000 لايك. فما تبخلوش عليا بقى وشيروا الفيديو ده مع اصحابكم، علشان انا عايزه اوصل الفيديو ده بقى لمصر كلها، ماليش دعوه. لان فعلا المنبع ده مستخبي مخفي كده يعني، مخفي تحت الارض، حرام. بصوا بصوا يا بنات الفستان وجماله، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يعني انت ينفع برضو ده تلبسيه كده يوم عيد راس السنة وقاعدة في البيت انت وزوجك وولادك، شكله شيك جدا، وتلبسي عليه عقد حلو وتعملي شعرك. مش قادرة اقول لكم، بقول لكم المنبع ده فيه حاجات مدفونة تحت الارض. طب ما تيجوا نستغلها يا بنات. لو انت بقى اول مرة بقى بتشوفي قناتي يا ست الكل، ماشي، وقناتي عدت عليكي كده، سواء انت او هو او اي حد بيتفرج عليا، اهلا بيكم على راسي من فوق. لو انتوا اول مره بتشوفوا قناتي، شفتوا الفستان اللي في ايدي ده؟ يا خراشي على جماله التركواز ده، يا لهوي على جماله وشياكته. لو انتوا اول مره بتشوفوا قناتي، اتمنى تشتركوا في قناتي. كل يوم بجيب لك اسرار الوكاله وخبايا الوكاله، كل ما يخص الوكاله هتلاقيه عندي في الفيديو ده، هتلاقيه عندي يعني في قنواتي. انا عندي قنوات 3 على فكره، دي قناه واحده منهم. انا بصوا حبيت اديكم نبذه كده عن المنبع ده عشان لو رحتوا عند ام رمضان. وكمان عايزه اقول لكم هو فين بالظبط، بس اما اقدم لك نفسي الاول. انا اسمي شيرين كمال، اعوذ بالله من قولة انا. شفتي عبايتي الاستقبال وجمالها؟ يا نهار ابيض. وكمان العبايات بتديها لك بسعر ارخص من 75 جنيه، يعني ممكن ب65، بس برضو عباية حلوة قوي. بصوا الاحمر، بصوا يا بنات، ايه ده؟ شفتوا اللؤلؤ اللي فيه بيعمل ازاي؟ بصوا بيرقص كده يعني. بقول لكم كفايه شويه الشغل اللي فيه والله. ولا فستان لقيت فيه ديفوهات. زي ما قلت لك انا اسمي شيرين كمال، بقدم محتوى حلو جدا جدا من الوكاله، بجيب لك اسرار وخبايا وكل ما يخص الوكاله بجيبه لك على طبق من فضه، عشان لو رحتي تعرفي الاماكن دي فين وتوصلي الاماكن دي ازاي، ولو عايزه سواريه تروحي فين، لو عايزه لبس حريمي تروحي فين، لو عايزه لبس رجالي، كل حاجه بجيبها لك من اسرار وخفايا، وكل حاجه كل ما يخص الوكاله بجيبه لك. تمام، علشان تستفيدي اكبر استفاده من الوكاله ومن اللي جوه الوكاله بصوا عماله اعدل الفستان لوحدي ازاي لما تعبت. والله بقيت اقول له انت كسلي. بصوا الفستان، بصوا الفستان، يا لهوي على ده فستان، يا لهوي في شغل، في شغل من على الصدر يا بنات، مش قادره اقول لكم الشغل اللي فيه بس يستاهل ال 75 جنيه. احجار كده وحاجات كتير، فمش قادره اقول لكم بقى يعني ايه. عايزاكم كده ايه، تستهدوا كده بالله وتجروا على المشوار ده، تجروا على المكان ده. المكان ده فين؟ قولوا لنا بسرعه. شفتوا الفستان ده الاول؟ بصوا، يا لهوي على ده، يا لهوي بقى على ده. الفستان اللي في ايدي ده حرفيا بيتكلم من جماله. بصوا عماله اعدل فيه واظبط فيه. بصي عشان اوريكي قصه الصدر من فوق، يا لهوي على جمال الفستان ده. بصوا كلوش كلوش كده كبير، ونازل من عند الصدر كده بحاجه كده كبيره للارض. يا لهوي على شياكه الفستان ده، فظيع فظيع. عايز يتخطف خطف من هناك، ممكن تخرجي بيه مع خطيبك كمان. بصوا هو فارش بقى قدام المنبع برضو. عايزه اقول لكم بسرعه عشان الفيديو ممكن يخلص واحنا بنتكلم. هتنزلي من محطه مترو ماسبيرو، ده لو جايين مترو، محطه مترو ماسبيرو، ركزي معايا تمام. هتفضلي ماشية لغاية اتجاه الكورنيش، وتروحي كسرة يمين، وتفضلي ماشية ماشية ماشية. قولي فين الشارع اللي فيه فروشات. الست دي بتفرش حد وخميس وجمعة، تمام، عشان نبقى متفقين. قولي فين الشارع اللي فيه شنط ابو رمضان ورمضان. هيقولوا لك في الوش كده، خليكي في الوش كده. حضرتك هتدخلي الممر اللي هم بيشاوروا لك عليه ده، هي هتلاقيها في الوش قاعده. خلاص كده وصلتي اخر الممر، انت وصلتي. بصي الحاجات اللي عندهم واسعارهم فظيعه فظيعه فظيعه. بس الفساتين كان سعر موحد 75 جنيه، وده اللي جنني وبهرني، وحبيت اصور لكم الفيديو ده واعمل لكم الفساتين. بصوا الفساتين فظاع فظاع فظاع. بصوا دول فستانين هو معلقهم على شماعه واحده يعني، ما اعرفش من قله الشماعات ولا ايه، بس انا ما عرفتش ابين تفاصيل اللي كل واحد لوحده يعني. تمام، فيعني وانتوا بتتفرجوا كده يا ريت ما تنسوش اللايك. اديكوا شايفين بكتشف لكم اماكن والله العظيم كلها كنوز، كلها كده كنوز مخفية على الارض، محدش يعرف اماكنها ولا حد يعرف الاماكن المكبوتة دي فين. فلازم نستفيد كلنا من بعض يا بنات، ان احنا نعرف بعض الاماكن دي. شايفين العباية بتاعت الاستقبال قد ايه جميلة وشيك؟ 75 جنيه بس. بصوا الفستان 75 جنيه بس، متخيلين؟ عشان كده بقولك اجري جري وتجري في الحاجات دي، هتاكلي فيها لقمة عيش حلوة جدا جدا.
وعلشان كده انا فعلا من قلبي نفسي الكل يستفيد من فيديوهاتي. علشان كده شيري الفيديوهات دي مع اخواتك واصحابك وحبايبك طبعا. بصي عباية الاستقبال قد ايه جميلة، بصوا بصوا يا بنات، وكمها نازل على واسع كده، شكله شيك جدا. بصوا شايفين الكم عليه شغل نفس التطريز. لا عباية حلوة بجد، يعني 75 جنيه ده مش حاجة. بصوا ده جلباب اللي هو زي السوري، زي اللبس السوري ده لو تعرفوه، اللي هو بيتلبس عليه بنطلون، هو بيتقال عليه تونيك تقريبا. ده بيتلبس عليه بنطلون ولا فيه غلطة، والله العظيم ما لقيت فيه غلطة. ابص من ورا وابص من قدام ما فيهوش غلطة. تمام. قلت لك على المكان وقلت لك على كل حاجة، وقلت لك ان هي اشهر حاجة علامة جنبها ام رمضان. تمام. ام رمضان، هتوصلي عند ام رمضان هتلاقيها هي فرشه جنبها لزق كده. تمام. انتوا هتلاقوها حاطه الكوم ده كده في الارض. وبصوا بصوا عبايه الاستقبال، والله تنفع عروسه، اقسم بالله تنفع عروسه. لو اتاخدي، لو وديتيها كده الدراي كلين واتغسلت واتكوت خلاص كده شكرا ما فيهاش حاجه. يا بنات ما فيش ديفوهات ولا في اي حاجه، ليه نروح نشتري بقى ابو 500 جنيه؟ عبايه الاستقبال المطرزه دي ايوه ب 500 جنيه دلوقتي، وب 700 وب 800 كمان. فليه ما نجريش على المنبع ده ونشتري الحاجات دي؟ تمام تمام. قلت لك على كل الاسرار اهو، قلت لك على كل حاجه. مستنيه منك حاجه واحده بس، تدعميني بلايك وبكومنت حلو كده، تقولي لي ايه رايك في الفيديو القمر ده. وديكي شايفه عبايه سودا اهي كمان، وريتك عبايتين في الاول 75 جنيه. والله ما يجي تمن غدوه من اللي احنا بنعملها. احنا اديكوا شايفين الغلا اللي احنا فيه، 75 ما بيكفيش غدوه. لا اشتري بقى فستان سواريه كده لو هتحضري بيه اي مناسبه، وخليه عندك. او يا ستي اللي عايز يستلفوا مثلا في فرح من قرايبك، برضو يبقى استفدتي وفدتي غيرك، بدل ما بتأجري يوم واحد ب 300 وب 400 وب 500 كمان. لا عنده كمان بنطلونات جينز اهي، كانت ب 65 جنيه برضو، معلقها برضو هو في نفس المكان. تمام تمام. هو بصوا المكان ده لازق جنب بتاع السجاد، المكان ده لازق جنب بتاع السجاد اللي في اخر الممر اللي قلتلك عليه. الدنيا سهله وهتوصلي بسرعه باذن الله. تمام. واحنا في اخر الفيديو، اتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم واكتشافاتي كلها بتعجبكم. لو بتعجبكم اوعي تنسوني يا بنات، شيروا فيديوهاتي شويه، خلوها تتحرك كده مع اخواتكم وحبايبكم عشان الكل يستفيد ان شاء الله. كمان قبل ما تخرجي سيبيلي كده بصمتك الحلوه القمر، اللايك بتاعك الجميل سيبيهولي فضلا منك وليس امرا. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان بسيبلك لينكات قنواتي التانية تحت الفيديو في أول تعليق مثبت، ما تنسيش تدخلي وتشتركي وتنوريني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.